مساء الفل، اخباركم ايه؟ ازاي الاهلي يفوز اتحاد جدة النهارده في كاس العالم للانديه؟ طبعا لازم تلغي شخصيه اتحاد جدة في الملعب النهارده وتفرض اسلوبك انت يا اهلي في الملعب. لازم انت تكون انت الفعل مش رد الفعل. لازم انت اللي تلعب على الاستحواذ والضغط العالي امام اتحاد جدة. طبعا يا كولر انت لازم تقسم المباراة على 3 اجزاء، اول ربع ساعة في الشوط الاول واول ربع ساعة في الشوط الثاني وباقي المباراة على حدة. طبعا لو رجعت يا كولر مباريات اتحاد جدة الاخيرة، لعب امام ضمك الخميس اللي فات واتحاد جدة اتهزم 3-1. اتحاد جدة جاب الجون في الشوط الاول والعامل البدني بتاعه وقع في الشوط الثاني واتهزم. ونفس الكلام في اوكلاند سيتي، فاز اوكلاند سيتي في الشوط الاول 3-0 والشوط الثاني العامل البدني بتاعه وقع. غير ان هو مريح يومين وهيلعبك النهارده. الاهلي مريح اسبوع. مش هقدر اقول العامل البدني بتاع الاهلي واو، لكن ممكن اقول معدل الاعمار اقل من اتحاد جدة، وده هيفرق معاك يا اهلي النهارده. لو رجعت شويه يا كولر مباريات الدوري السعودي الاخيره لاتحاد جده، اظن ان هو لعب 29 مباراه. لعب 15 في الدوري السعودي، 4 مباريات في دوري الابطال، و4 زيهم في البطوله العربيه، و2 في الكاس تقريبا، وواحده في السوبر. والعامل البدني بتاعه بيقع في الشوط الثاني عشان معدل الاعمار بتاعت لعيبته اكتر من ال30. لازم اكرم توفيق يلعب النهارده باك يمين، كريم الدبيز يلعب باك شمال عشان دفاعيا ممتاز. انا وجهة نظري الشخصيه علي معلول يلعب وينج جنب حسين الشحات وبيرسي تاو او كهربا. محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، الحذر ثم الحذر ثم الحذر امام كريم بنزيما. انت بتلعب احسن لاعب في العالم ونجم ريال مدريد السابق ونجم اتحاد جدة، وطبعا هجام بمعنى الكلمة. طبعا كلنا عارفين كريم بنزيما. السرحان مش مطلوب النهاردة يا عبد المنعم. اتمنى التوفيق للاهلي في مباراة اليوم. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.